السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي النصر السعودي حوالين العالم. طبعا نادي النصر امبارح قدر ان هو يفوز على نادي الاستقلال بهدف نظيف، ويمكن المباراة شهدت غضب شديد جدا جدا من كريستيانو رونالدو في الملعب، سواء اعتراضا على قرارات الحكم، وللأمانة كان كريستيانو مزودها شوية، يعني زود الاعتراض ونبرة الاعتراض. وبرضه كريستيانو رونالدو امبارح تم استفزازه من الجماهير الإيرانية لما هم نادموا أو قالوا ميسي ميسي ميسي، فهو قال لهم ماشي، يعني كملوا عادي، كملوا عادي هتاف يعني. لكن اللي جاي اتكلم معاكم عنه النهارده هو حاجه مختلفه خالص. كريستيانو رونالدو ووفق عدد كبير من الصحف النهارده وعلى راسهم موقع جول قد يرحل عن النصر. كريستيانو رونالدو مش هيكمل في النصر. مين اللي قال كده؟ احد زملاء كريستيانو رونالدو. الخبر بيقول قد يرحل عن النصر في هذا الوقت زميل كريستيانو رونالدو السابق يطالبه بمغادرة الدوري السعودي بسبب ليونيل ميسي. حث أحد الزملاء السابقين للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الأخير بالرحيل عن دوري روشا للمحترفين وخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرته الكروية. رونالدو البالغ من العمر 39 سنة انتقل إلى الملاعب السعودية في بوابة نادي النصر في الميركاتو الشتوي يناير 2023 وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025 مقابل راتب إجمالي يقدر ب 500 مليون يورو. وفي هذا السياق قال النجم الفرنسي المعتزل ميكائيل سيلفستر في تصريحات لإحدى الصحف: من المذهل رؤية رونالدو يتنافس مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي سيكون حلم لجماهير كرة القدم. ميسي يلعب في صفوف نادي انتر ميامي الأمريكي منذ صيف 2023 عندما انضم إليه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قاد فريقه للتتويج بلقب رابطة المشجعين 2024 لأول مرة في التاريخ. وعلى الرغم من ذلك أكد سيلفستر على أن الأسطورة البرتغالية يشعر بسعادة كبيرة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يعتبر وجهة لدوري روشن للمحترفين، قائلا من الصعب أن يرحل قبل كأس العالم 2026. وفجر النجم الفرنسي المعتزل مفاجأة من الإعيار الثقيل بإعلانه إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي كآخر صفقة في مسيرته الكروية، وذلك بعد نهائيات كأس العالم 2026 بالرغم من أنه يكون قد تجاوز 41 سنة. المملكة العربية السعودية تحاول تجديد عقد رونالدو مع نادي النصر والذي ينتهي في صيف العام القادم لمدة موسم رياضي آخر على الأقل، وسط ترحيب في الملاعب أو من اللاعب نفسه الذي يريد المشاركة في كأس العالم 26 مع منتخب البرتغال. جدير بالذكر أن ميكائيل سيلفستر الذي اعتزل اللاعب نهائيا في يناير 2015 زامل كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 ل 2008. هل كريستيانو رونالدو هيرحل فعلا عن النصر لنادي انتر ميامي أو للدوري الأمريكي؟ مستحيل، مستحيل. واللي كتب الكلام ده نقلا عن ميكائيل سيلفستر لا يفقه شيء في كرة القدم. هو دي طبعا نصيحة ميكائيل سيلفستر كزميل لكريستيانو، لكن الحقيقة ان كريستيانو رونالدو همه الاساسي ان هو يلعب في كأس العالم 2026 مع البرتغال، وده عمره ما هيحصل الا لو كان لاعب في نادي النصر، لان نادي النصر هو النادي الوحيد اللي ممكن يدعم كريستيانو رونالدو في رحلته في كأس العالم، على عكس بقية الأندية اللي ممكن تقول له لا ده انت لازم تلعب، وصعب ان انت تسيب النادي، وصعب ان انت تروح التدريبات بدري وانت كده منشغل بالمنتخب بتاعك على حساب ناديك. وبالتالي الأقرب هو ان كريستيانو رونالدو يستمر مع نادي النصر. فكرة الرحيل فكرة صعبة ومستحيلة من وجهة نظري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.